الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي ماتشات جامده جدا ومفاجآت كتير قوي. تعالى معايا بقى في الفيديو ده بسرعه هقول لك على كل اللي حصل في الجوله الثانيه، وهنشوف اهم الاهداف اللي اتسجلت في الجوله. ونبدا من اخر ماتش في الجوله، ماتش نيوكاسل وليفربول. ماتش عالمي من الفريقين، خاصه نيوكاسل اللي عملوا كل حاجه في الماتش رغم طرد جوردن من الشوط الاول. ليفربول كان متقدم 2-0 ورجع نيوكاسل وسجل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقه 88، لكن في الدقيقه 100 سجل نجوهوما اللاعب اللي عنده 16 سنه سجل هدف في وقت قاتل باسيست من محمد صلاح. اما تشيلسي كسب ويست هام 5-1 بنتيجه كبيره من البلوز، ومن وجهه نظري ويست هام واحد من اسوأ الفرق في الدوري. وبالمناسبه الماتش ده ليه فيديو لوحده ونزل بعد الماتش على طول. ارسنال كان عنده ماتش سهل ضد ليدز وكسب 5-0 وبرضه عن طريق الكرات الثابته او بالاخص الركنيات. سجل ارسنال الهدفين من الركلات الركنيه، وتألق من الصفقه الجديده جيري كويس اللي سجل هدفين. بورنموث كسب الولفرز 1-0. برضه ولفرهامبتون بدأ بدايه وحشه قوي الموسم ده زيه زي ويست هام. برينفورد عمل مفاجاه جامده قوي وكسب استون فيلا 1-0 بعد ما استون فيلا كان مستحوذ بنسبه 70%. اما مانشستر سيتي بيخسر من توتنهام 2-0 في مفاجاه جامده جدا، خصوصا ان الماتش على ملعب الاتحاد. ماتش السيتي وتوتنهام كان كويس قوي من الفريقين، لكن السيتي ما قدرش يستحمل الضغط العالي اللي كان عامله توماس فرانك مدرب توتنهام. مانشستر سيتي دخل فيه جونين من غلطات دفاعيه، خصوصا الجون الثاني غلطه واضحه من ترافورد الحارس الجديد. توتنهام بدأ الموسم حلو قوي وكسب اول 3 ماتشات. اما مانشستر يونايتد بيتعادل مع فولهام 1-1 وبرونو فرنانديز بيضيع ضربه جزاء بشكل غريب. واداء مانشستر ما كانش احسن حاجه وما كانش زي ماتش ارسنال خالص، كان اقل بكتير. دي كانت اهم احداث الجوله الثانيه، كل النتائج والمفاجآت. قول لي بقى في التعليقات ايه اكتر هدف عجبك، وبتشجع نادي مين في البريمير ليج.